فاجأت الممثلة المغربية ابتسام العروسي متابعيها بتدوينة جديدة أعادت من خلالها خبر انفصالها عن زوجها المخرج عبد الواحد مجاهد للواجهة. ونشرت الممثلة بحسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيديو ظهرت خلاله وهي تنزل من سيارتها وتمشي بخطوات ثابتة، وأرفقته بتعليق جاء فيه: كوني أنت، سيري بخطى ثابتة، ثقي بالله وبنفسك، لا تغيري من نفسك بل غيري من هم حولك. وهو ما فسره البعض بانفصال جديد ربما عن زوجها. ابتسام العروسي دائمة النفي. مؤخرا خرجت الممثلة المغربية بنفي جديد للشائعات المتواصلة حول طلاقها من زوجها المخرج المغربي عبد الواحد مجاهد، رغم تصدر الخبر محركات البحث من جديد. وقالت بطلة كاين ظروف أن الأخبار المروجة عارية من الصحة وأنها مستهدفة من قبل أعدائها خاصة بعد نجاحها الفني على حد تعبيرها. كما تحدثت الممثلة عن الإشادات التي تلقتها على خلفية أدوارها سواء بالمسلسلات أو الأفلام. يأتي هذا في الوقت الذي تحدثت فيه أخبار مفادها وجود مشاكل وخلافات حادة بين الممثلة المغربية ابتسام العروسي وزوجها المخرج عبد الواحد مجاهد بعد خيانة الأخير لها، الأمر الذي شكل لها صدمة كبيرة.